والله صحيح. خلي احكيها هيك. والله العظيم انا كنت اشتغل بعربانه حديد، اللي بالشورجه يعرفوها، والله مشتاق لها. والله العظيم من اريد اطلع اغير جو بدون ما ادري بروحي، امشي بالشارع ما احس روحي الا افتريت لفت وصلت طبيت ووعت لقيت رصافي المكان اللي بشورجه اللي كنت اشتغل به بالضبط. احس احساسه هناك غريب. فشي كلش حلو. شنو عيني زغرقت؟ صورة كلش جميلة. انا اسف. لا لا ابدا، بس هي صورة كلش جميلة. عدد القصائد اللي انت كاتبها وهي تشتغل هذا العمل في بالك تقريبا ايش قد اكثر من اللي هسه تكتبها؟ انا كانت عندي 22 كرتون لازم اخليهم بالعربانه واودين هناك. ايش عندنا نقليات، هاي النقليات هي سياره تودي للي يسوقون بالمحافظات تحمل وتروح. فاني ويا ما جاي احمل اكو كان عندي بيت كلش صعب الترتيب مالته. هسه اتذكر هو على بالي بالحكايه الدافيه ايش وافكاري ما من صافيه ثانيتك بحيره وحزن. لا العفو، هسه اتذكر بسعر الحديث اكيد. وانا دا امشي بهذا الوضع المزري بشهر السابع، يعني لازم شو اسوي؟ البس جفوف مو على مود احمي جفي، يعني ما اقدر ازمن عربانه حاره كلش. اي حاره. وجاي اكتب ضاع الهوى امسيت جمره باقي لي بس روح ونفس يا فلان بشرك من رحت وياك اخذت العافيه. انا امشي واحكي والنار حرقتني ومشت بشفاق ظليت انسحق مثل الجقار الطافيه. اني هسه قبل شهر كنت اقول بعد ما اقرا الحكايه الدافيه كافي، صار 4 سنين والعالم ما مالتها. بس اليوم من خليتيني انت بفضلك وفضل هذا البرنامج خلي احكي هيك بصراحه. اشكرك على هذا الكلام. اتذكر الموقف اللي كتبت به الحكايه الدافيه، لا فخور انا اقراها من ما كان كان احساسها صادق. طبعا تقراها لانه جميله جدا، هي كقصيده جميله جدا. وبعد ما قلت لي انت قصتها انا صارت عندي يعني قصيده مفضله الصراحه. شرف لان بيها يعني معاناه وبيها صوره. يعني هسه انت من دا تحكي لي اياها للقصيده انا هسه بديت اتخيل الموقف والصوره، يعني شيء جميل جدا. هواي مواقف من تروحين تشوفين خاصة هذا المكان، خاصة هذا المكان راح تشوفين ناس كلش هواية بالطبيعة ما نتعمق بداخلهم. شنو؟ أنا هناك بقيت 5 سنوات. بيهم الشاعر وبيهم الممثل الكوميدي اللي بالفقرة وبيهم الفيلسوف وبأشكال وألوان، يعني ما تتصورين أنتِ كم الثقافة اللي موجود بالطبقة اللي هي ما دون المتوسطة، الفقيرة، الطبقة الفقيرة عفوا. ناس محملين بالطاقات، محملين بالمناسبة اكو هناك شغلة كلش غريبة. أنا أحب أحكي مثل ما هلنا يحكون يعني هاي شيء أوكي؟ خلينا نقول ال1000 دينار هو يحصل خلينا نقول باليوم 10,000. تمام. هاي إذا صارت 9,000 راح تأذي مصرفه. أوكي؟ وهاي ال1000 دينار يعني ما عنده قيمة لها، إذا جاء صديق لا لازم يتغدى. ما تجوز هي العالم تشوفه في شيء مو بالعمق اللي أنا دا أقصده، بس هي جدا عميقة. طبعا. هواي تعلمت. أكيد رحلة حياتك يعني شيء الإبداع اللي أنت تطلعه حاليا، وهاي الرحلة اللي أنت عشتها، وهاي القصص اللي